السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ اسفة طولت عليكم الفيديو، بس زي ما شايفين كانت في حاجات بتجي بالتقسيط، فما كل الحاجات وصلت مرة واحدة. فيلا نشوف الفيديو. ازيكم؟ سوري يا جماعة طولت عليكم الغيبة، نزلت الاعلان في تيك توك ومشيت وخليتكم. في ناس دخلوا لي خاص طلبوا ارغام الحاجات، معلش يا جماعة انا كان في عندي حاجات متأخرة عشان كده ما نزلت بسرعة. نبدأ معاكم طوالي. ده اول حاجة اللي هي جبت الاكياس دي عشان اعمل بيها زي فال كده او توزيعات رمضانية لعيالي في المدارس وكده. قررت السنة دي انه اعملها كصدقات ويكون حاجات يعني المدارس حلويات وكده. فحبيت شكل الأكياس. اللي بعده اللي هو عندي البانر ده، يعني تحطوه في الترابيزة وكده على شكل رمضان. فجبته طويل جدا عشان استقله في الترابيزة دي، برضو حبيت شديد. فزي ما شايفين خدت لكم ارقام المنتجات دي، الحاجة اللي اخرتني كمان. اللي بعده اللي هو عندي الفانوس ده او اللمبة دي. صراحة أنا الحاجات دي طلبتها على دفعتين، عشان كده في حاجات اتأخرت علي وفي حاجات وصلت. وما عارفة شيء بقى عندهم مشكلة يا جماعة انه يعني تطلب الاوردر كله مع بعض، لكن بيقسم لك الاوردر على 3 باكج على 4 باكج كده. فدي كانت حاجة يعني مزعجة شوية، واخر لي جزء من الحاجات. فالحمد لله كلهم وصلوا. وزي ما شايفين هنا كنت بركب معاكم الفانوس، هو سهل جدا، أنا كنت خايفة منه لانه مفكوك، بس كان محتاج بطاريات. حاليا ما كان عندي بطارية، بس هركبه ان شاء الله وهوريكم له لقدام. اللي بعده اللي هي عند المبخرة الكيوت دي يا جماعة، شايفين فيها الشخصيات الرمضانية دي، فحبيتها برضو للتصوير ويكون فيها الفايب بتاع رمضان وكده. فزي ما شايفين هي صغيرة شديد. يعني بتشيل يا دوبك الجمر السقنطوطة دي او الفحم المدور دي. اللي بعده اللي هي عندي هي زي شوكات كده ثنائية، دي بتشيلوا بيها الفواكه لو حابين تعملوا، او الزلابية في رمضان وكده بتشيلوا بيها الحاجات دي. اللي بعده عندي اللي هي اقول لكم زي ديسبنسر كده عشان اخد فيها العصير، او زي الجقوق الصغيرة، بس يعني مقاسها وسط كده عشان اخد فيهم العصير وكده. قلت كتغيير يعني السنة دي ما يكون الجكل بعيد وكده، فجبت الثلاثة ديل على اساس انه يكون فيهم العصاير بتاعت رمضان. جبت ده للحلا. ده اللي بعده. طبعا ماشية معاكم بسرعة عشان اكسب الزمن. لان المنتجات كتيرة يا جماعة. فزي ما شايفين هنا ده البلاستيك بتاعها كويس انه هو قوي، ممكن تعملوا فيها التيراميسو، ممكن تعملوا فيها اي حلا في رمضان، ويكون يعني سهل تاخدوه في اي وقت من الثلاجة بدل ما تعملوه في حتة كبيرة او في صحن كبير وتيجي تقسموه. اللي بعده اللي هو الطقم ده زي ما شايفين، اللي هي الساخن باردات دي احجامها مختلفة. تقريبا كانت 1500 لتر، و2250، 2500 تقريبا، سوري. فشكلها كيوت وعلى الطبيعة احلى كتير يا جماعة من الصور، حبيت. اللي بعده اللي هو عندي الغطا ده، اللي كان جبته للبوتاجاز على اساس انه اغطي به البوتاجاز ويكون شغال وكده عشان اطفي عليه، لانه قبل كده في واحد حرك ايده. فللاسف لقيت انه هم كاتبين عليه، ما كنت انتبهتها، كاتبين عليه انه ما ينفع يتغطى في الهاب بتاعت الكهرباء وكده في لينوكسي، فكنت استخدمته استخدام اخر. اللي بعده اللي هو عندي زي الكونتينرز دي، او اللي هي ستانلس ستيل ومعاها غطا. جبتها برضو عشان ادخل بيها الحاجات التلاجة، اتبل فيها فراخ، اتبل فيها اي سلطة، اي حاجة ادخلها التلاجة. هم 3 بيجوا. اللي بعده اللي هي عندي البتاع الأداة بتاعت ورق العنب. أنا بحب ورق العنب جدا يا جماعة، وباكله جاهز وبشتريه وبجيبه. وقلت بس بدل ما أتعب أقوم أجيب الأداة دي، هجربها معاكم يوم في فيديو تاني في قناتي الأولى اللي هي حقة الطبخ. اللي ما متابعني ارمشي يتابعني. دي كانت قشارة بتاعة التوم أو الهراسة بتاعة التوم. اللي بعده اللي هو عندي الكيس بتاع الحلواني ده. زي ما لاحظت انه هو ده بيتغسل عادي، يعني كان سميك كده وحلو. اللي بعده عندي الاطباق بتاعة العيال ديلا، زي ما شايفين بلاستيك وتقيل والوانه مختلفة على اساس افرزهم. اللي بعده اللي هو عندي المبخرة دي. شكلها كيوت كده صراحة. دي كان كتير خطيتها في السلة وطلعتها، خطيتها في السلة وطلعتها. في النهاية قلت لا اجيبيها، ما حخلي حاجة في نفسي. انا عندي مبخرات كتيرة صراحة، او مباخر يعني. فشكلها كيوت كده وجاية مع الفايبس بتاع حاجاتي ذهبي واسود وكده. فحبيتها يعني كيوت. هغير بيها برضو، حتشوفوها ان شاء الله. فكرت في رمضان كمان فكرت في العيد يا جماعة. كل سنة بحتاس في البتاعة بتاعة المعمول دي، ما عندي بقطعها بالعاديات.
السنة دي قلت لا اجيب الأداة دي واجربها معاكم. زي ما قلت لكم حياة الطبيخ وحياة المطبخ دي كلها حتشوفوها في قناتي التانية حاستخدمها. لانه انا بعمل قناة بتاع الطبخ، فحبيت اجيب لي ادوات جديدة وحاجات جديدة. فدي حجربها معاكم ان شاء الله في فيديو، يمكن يكون هعمله معاكم معمول عديل يعني في قناتي، لانه ما حصل عملته في القناة. دي القوالب بتاعت شوكولاتة دبي. وصراحة هسه جربتها قبل شوية، وبرضه حينزل الفيديو بتاع التجريب، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، واشتركوا في القناة عشان اول ما انزله يصل لكم. اللي بعده اللي هي عند الحلة بتاعت القطاعة دي او الهراسة دي، رهيبة يا جماعة، برضو جربتها في فيديو برضو حينزل قريب بعد الفيديو ده ان شاء الله. فخليكم مفعلين الجرس عشان اول ما الفيديوهات تنزل تظهر لكم. حجربها معاكم عملي وحتشوفوها شغالة كيف وظابطة ولا لا. فدي كانت جاتني من العاب شيئين، الهدايا المجانية دي كمان برضو من الهدايا المجانية، تتذكروا الالعاب دي كان يا حليل الالعاب شيئين. دي كان برضو من الحاجات اللي جاتني هدية، وجاتني منها تابلتات وحاجات، يعني كانت فترة كده حلوة. فدي علب بهارات انا كان عندي، لكن صراحة اتكسروا كلهم وجبتهم الاحجام الكبيرة، فاشتريت دي او جبت دي صراحة، جات مجاني يعني برضو. فحبيتهم. وبرضو الفايب بتاعه نفس الفايب بتاع حاجاتي خشبي وكده، انا خشبي والذهبي والاسود والاخضر دي الحاجات الطاغية في الديكور بتاعي وكده، فعشان كده حبيتها. وبرضه هعملها معاكم في فيديو اخد البهارات وكده وتجهيزات رمضان ان شاء الله. انا قلت انزل الفيديو ده بس لانه طول شديد والناس منتظراه، فعشان كده انا جارية في الحاجات بسرعة، لانه الحاجات كتير وما حابة اطول عليكم الفيديو. اللي بعده اللي هو عندي المكنسة دي، كانت فيها اتنين، واحدة بتمسح، جبتها صراحة عشان امسح بيها الحياط، لانه الحيط صراحة فيها غبار بيكون. ودي كمان المكنسة بتاعت الغبار الناعمة دي، يعني بيكون في رطوبة وغبار كده في الحيط، فأحسن من فترة لفترة الناس تنظف الحيط ذاتها أو تمسحها، لأنه صراحة أنا يعني هاي فيفر، من وين ما عرفتها الهاي فيفر دي جاتني من وين. بس بقيت عندي مشكلة يعني من أقل غبار أو أقل نفخ بتاع الملابس وكده، لأنه الناس بتشرجوا وكده ما زي الدول التانية. فدي كلها بتعمل حساسيات، فأحسن ننظف حتى الحيط. اللي بعده اللي هو عندي البين دي، طبعا لازم مشتريات من شيئين لازم اجيب معاها بين تقريبا كل سنة. انا في حاجات رمضان اللي هي بجيبها لل... لرمضان يعني للمطبخ وكده، بجيب معاها سلة بتاعت بين صغيرة. دي اتكسروا لي صراحة عيالي، فهسه جبت دي اساوي لعلها تعيش. وكان برضو قبل فترة جبت واحدة، لكن دي خليتها في الغرفة بتاعتنا. فسلاتهم حلوة شديد يا جماعة، اللي ما جرب حاجاتهم يجيبها صراحة حلوة شديد، ومقاسها مناسب يعني وعملية يعني. اللي بعده اللي هو عند المكنسة دي، اللي هي بيكون فيها حاجات كده بتشيل الهناية، حتى دي جات معاها السياكة، فيها كم قطعة يعني عرفته. صراحة أنا أول مرة أطلبها، تقريبا طلبتها قبل كده كان من تيمو، لكن ما كانت نفس دي، ما كان فيها السياكة دي، وكان حجمها شوية أكبر المكنسة. دي حبيتها رهيبة، وهي حاجة بتشيل يا جماعة حتى دق الحاجات الشعر والحاجات دي، جربوها وجيبوها، لو ما جبتوها لا جيبوها جربوها حلو شديد. اللي بعده اللي هي عندي المراية دي، جبتها صراحة لأنه أنا يعني لما أجي أتمكن يكون ماشية الكوليج وكده بتكون الوقت ظلام، فبضطر أفتح النور فبصحي ولدي الصغير وأبوه، فقلت شنو لا ما بدها أجيب لي مراية يكون فيها أضواء عشان أتمكك سريع وأطلع. فحبيتها جدا. طبعا استولوا عليها العيال يا جماعة، ما أقول لكم يعني بيكونوا عاملين علي لعبة كل شوية، واو واو ماما واو ماما واو. اللي بعده اللي هي جبت الطرحة دي، سوداء كده وفيها هنا، حلوة يا جماعة على الحقيقة، أحلى بمراحل يعني، حبيتها. لو في ألوان منها تاني حاجيبها. كان العباية جبتها معي من السعودية، أنا كنت سافرت قبل فترة السعودية، مشيت لقيت أهلي الحمد لله بعد 6 سنة أول مرة يشوف عيالي، وعملت عمرة الحمد لله، وعشان كده جبت معايا العباية دي، ما لحقت اخد حاجة بس جبت العباية دي لرمضان مخصوص. فجبت الطرحة دي مخصوص للعباية دي، لأنه ما لحقت اخد لا طرحة من هناك، ما لقيت لها حاجة مناسبة كان. اللي بعده اللي هي عندي الجداعات دي او الاكياس بتاعت الجداعات دي او الكوشن كفرز. ديلا صراحة شكلهم في الصورة كان احلى، في الحقيقة خيبوا ظني شديد، اول مرة حاجة اجيبها من شين تخيب ظني. يعني هو المفروض اسود كنت بوريكم هنا، لكن رمادي، وفي الرمادي ذاته مغبش على اخضر كده. دي كنت نسيتها صراحة، كنت عرضت عليكم في الفيديو بتاع تيك توك، لما متابعين في تيك توك يا جماعة امشي فايتكم كتير. فجيت اقول لكم انه في الحقيقة هي شكلها كده.
فاللي بعده دي ما حاجات من شيء صراحة، بس ده تكيزات رمضان وكده. جبت لأول مرة الساج بتاع العواسة ده، على أساس يعني أنا بعرف أعوز ولا باكل كزر أصلا، لكن جبت الأغراض أخرى حعمل بيه رقاق إن شاء الله حينزل على قناتي تحت الطبخ. عشان كده بقولكم يا جماعة اتأكدوا إنكم مشتركين هنا وهنا، عشان أول ما تنزل يجيكم إشعار إنه أنا نزلت الفيديوهات اللي قاعدة أقول عليكم دي. فكنت هنا بجرب، والله ما شاء الله يا جماعة، بس مسافة كنت بعرض لكم ده فتحته لآخر حاجة، بس المسافة اللي أنا باخد فيها هي دي خلاص كان سخن. فإن شاء الله يكون ظابط يا رب في العواسة. دي برضو حاجات جبتها من السعودية. كنت جبت لي طقم كده اللي هو تقريبا ده من الشامل ولا من وين ما عارفة. عندي طقوم كتيرة بتاعت سيراميس يا جماعة، اللي هي حقات الكشخات وكده، لكن دي جبتها للجلسات السريعة يعني الخفيفة، أنا وزوجي وكده لو حابين شاي وقهوة وكده، والونسات وكده بعد التراويح وكده. هو بيكون الوقت كله قاعد، لكن يعني للجلسات الخفيفة حقت البيت عرفته. دي كنت طلبتها من علي اكسبريس برضو، دي ما طبعا حاجات شيئين. جبتها للعيال كاكتيفيتيز عشان يكونوا حاسين برمضان وفعالية رمضان وكده، واحسبوا معايا الأيام، الليلة واليوم وتاني يوم كده لحد ما نصل للعيد. حلوة شديد يا جماعة، وفيها زي ما عارفة أقول لكم شنو، لصاق كده بتلصقوه في الحروف، وكل يوم يعدي بتحطوا عليه نجمة، يعني كده خلاص انتهى لحد ما يجي العيد ويكون فعالية حلوة منها، يعرفوا رمضان زي ما بيسووهم بالكريسماس والحاجات دي. حبيت اعمل لهم فايب كده ويعرفوا احنا مسلمين وعندنا حاجات برضو بنحتفل بيها وبننتظرها وكده. المهم ده كان فيديو اليوم، معليش على التأخير، بس كنت بسجل كمية من الحاجات، وإن شاء الله هنزل لكم بانتظام بعد الفيديو ده، لحد ما ألاقيكم في فيديو جديد أقول لكم في أمان الله، سلام.